هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 3 من فبراير. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار. وضمن برنامج متابعات الأسبوعي يقدم لكم الزميل أحمد شريف الجزء الأول من اللقاء الذي أجراه مع الأستاذ عثمان حجاج من الاتحاد المستقل للشباب الإريتري. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. مظاهرات للمطالبة بانسحاب القوات الإريترية من إقليم تيغراي. رئيس الوزراء السوداني يستلم ترشيحات الحكومة الجديدة. الاتحاد الأفريقي يرحب بمبادرة جنوب السودان تأسيس محكمة مختلطة لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في البلاد. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. نظم العشرات من الإريتريين وأبناء إقليم تيغراي مظاهرات في مدن مختلفة مطالبين بالانسحاب الفوري للقوات الإريترية من الإقليم، وذلك بعد مشاركتها في الحرب ضمن الحلف بين الرئيس الإريتري ورئيس الوزراء الإثيوبي. ونظمت المظاهرات في كل من كاليفورنيا وجنيف ومدن أخرى، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إريتريا بالانسحاب، خاصة بعد ورود أخبار حول انتهاكات حقوق إنسان جسيمة هناك. وكانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت رسالة إلى وكالة الأسوشيتد بريس في نهاية الشهر الماضي، قالت فيها بأنها أرسلت رسالة مباشرة إلى المسؤولين الإريتريين للمطالبة بالانسحاب الفوري للقوات الإريترية من إقليم تيغراي. وتفيد مصادر موثوقة إلى وجود 4 فرق عسكرية إريترية في الإقليم. ذكرت وكالة السودان للأنباء بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استلم نهار الاثنين قائمة الترشيحات في 17 حقيبة وزارية من إعلان قوى الحرية والتغيير. وأوضح عضو لجنة الترشيحات إبراهيم الشيخ في تصريح صحفي أن اللجنة بذلت جهودا كبيرة منذ فترة ليست بالقصيرة توجت بالفراغ من إعداد قائمة الوزارات 17 المعنية بها الحرية والتغيير وتسليمها لرئيس الوزراء. وأفاد بأن القائمة تضمنت السيرة الذاتية لكل مرشح، مشيرا إلى أن هذه الترشيحات خضعت لمعايير دقيقة جدا متعلقة بالوعي السياسي الكافي بالتحديات التي تجابه البلاد، إلى جانب التأهيل الأكاديمي والخبرة العلمية، وأن كافة المعايير التي تؤهل الوزير ليكون كفؤا قد تمت مراعاتها في اختيارات الوزارات المختلفة. وأضاف إبراهيم الشيخ أن هذه الترشيحات عبرت إلى مدى بعيد جدا عن التنوع والتعدد في السودان، ومن المتوقع أن تقدم الجبهة الثورية أسماء مرشحيها للمناصب الوزارية في التشكيل الحكومي المتوقع الإعلان عنه قريبا في الخرطوم. رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بإعلان حكومة جنوب السودان الموافقة على إنشاء محكمة تتألف من قضاة وطنيين ودوليين من الدول الأفريقية. وقال فقي في تصريح له أن هذا القرار يضع حدا للتأخير في إنشاء المحكمة والعدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة من أجل تحقيق العدالة لجميع سكان جنوب السودان، معربا عن تطلع مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى العمل مع حكومة جنوب السودان لضمان الانتهاء من مذكرة التفاهم وإنشاء المحكمة والتوقيع عليها في أقرب فرصة. وأكد رئيس المفوضية دعم الاتحاد الأفريقي المستمر لحكومة وشعب جنوب السودان في بحثهما عن سلام وأمن دائمين. بهذا الخبر مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. مظاهرات للمطالبة بانسحاب القوات الإريترية من إقليم تيغراي. رئيس الوزراء السوداني يستلم ترشيحات الحكومة الجديدة.
الاتحاد الأفريقي يرحب بمبادرة جنوب السودان تأسيس محكمة مختلطة لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في البلاد. استمعتم فيما مضى مستمعاتي الكريمات مستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا أو مستمعينا الأعزاء في إذاعة إرينا الدولية من باريس في حلقة من برنامج متابعات. ومتابعاتنا هذه المرة ستكون مختلفة شوية. حنربط الحاضر بالمستقبل واستقراء للتاريخ. ما في شك أنه بلادنا هذه الأيام وهذه الفترة بتعيش ظروف استثنائية مع التطورات السياسية الموجودة في المنطقة، وتحديدا دول الجوار، وتحديدا أكثر ما يشهده السودان وإثيوبيا. وطبعا فعاليات سياسية كثيرة تعمل هنا وهناك، وبرضو مختلف الأعمار. نحن في إذاعة إرينا الدولية وجانب من اهتمامنا بالحراك الشبابي، لأنه دائما الرهان هو على الشباب، فنحن ارتأينا أن نتحدث والشباب كيف يتابعون المشهد السياسي وحركة الداخل والخارج. ونسعد جدا أن يكون ضيفنا هو الأستاذ عثمان ود حجاج، الناشط الشاب المعروف، وكذلك يعني لأنه هو بيمثل صوت الشباب المستقل. ود حجاج هو عضو إداري وقيادي في الشباب المستقل، نلتقي به قبل فترة، كنا التقينا وياه في بدايات الحركة الشبابية. أبو عفان، مرحبا بك في إذاعتك، إذاعة إرينا الدولية. هذه إذاعة إرينا. يا هلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأستاذ أحمد شريف، شكرا لك وشكرا لإذاعة إرينا للمرة الثانية هذه تقريبا. وصراحة يعني أنا باسمي واسم الشباب المستقل يعني أحب أشكركم لإتاحة هذه الفرصة، ويعطيك العافية إن شاء الله. الله يخليك. آخر لقاء بك بحضرتك أخونا الشاب عثمان كان 2018، وبعد 2018 طبعا ظهرت تطورات كثيرة وخطيرة جدا جدا في المشهد السياسي. أبو عفان، أنتوا كشباب مستقل، أكثر شيء يقلقكم هذه الأيام في المشهد الوطني شنو؟ والله فعلا يعني في تطورات مغلقة، ولكن نحن كشباب مستقل أو بصفة عامة كشباب إريتري، يعني الشيء المغلق الآن أغلاه الكونفدرالية وأكبره الأندنت، يعني مشروع الأندنت، لأنه الأشياء التطورات اللي قاعدين نتابعها في الأيام دي بالذات وقبل الأحداث دي يعني كلها يعني تودي لأمور يعني تمس السيادة والوطنية، وبرضو يعني تعرف يعني أضرار الشعب يعني من المشروع. فنحن الآن عندنا أخواننا الشباب يعني لا ندري يعني هم أحياء أم أموات، ويقاتلون تحت راية الدكتاتور باسم الوطنية، ولا نعرف ولا يعرف أهاليهم أنهم أحياء أم أموات، ولا حتى النظام ولا رئيس التنظيم يعني تنظيم الجبهة الشعبية يعني يطمن الأهالي. ويعني زي ما تعرف أنت ويعرف الكل، ما في أي تصريحات يعني حتى من يوم أن تم غصف أسمرة لم نرى أي رئيس ولا أي موظف حكومي يمثل التنظيم يطمئن الشعب. وبالعكس يعني الأشياء اللي قاعدين نتابعها كلها باجتهادات فردية في اتصالات وكذا، لكن يعني شعبنا ليس بخير، وهذا أكثر ما يقلقنا يعني في الأيام دي.
طيب أستاذ عثمان ود حجاج، أنت بتقول إنه المهدد كثير، وأكبره الأندنت وأقله الكونفدرالية. اشرح لنا المسألة دي كده، أنتم كشباب من وين جايبين المهددات دي، أو قراءتكم مبنية على شنو؟ جميل. نحن طبعا نتابع قبل الإشكاليات دي، يعني كان في كوهين، يعني أعتقد أنت تعرف والكل يعرف، كان يقول على الأحباش أو يعني عليهم أن يتداركوا الوضع، وبعد ذاك يعني يتم رفع العقوبات عن أريتريا ويكون في جيش موحد، وتستخدم أثيوبيا المنفذ يعني في البحر الأحمر اللي هو عصب، وكل الأشياء اللي قالها كوهين، هيرمان كوهين، يعني حصلت مباشرة. تم السلام، والسلام يعني ماذا جنى الشعب من السلام المزعوم؟ ولا شيء، ولا شيء. بالعكس، يعني ممكن الشعب الأثيوبي يكون استفاد من الحاجة دي. ولكن نحن كأريتريين ما زالوا علماؤنا في المساجن في السجون، وشيوخنا في السجون، والسياسيين في السجون، والشعب مخنوق، وحالة الطوارئ لم ترفع، وكل الجرائم الدكتاتور يعني ترتكب وما زالت. وتعرف يعني حتى إقحام الشباب أو الجيش الأريتري في الحرب، أنا متأكد يعني ليس بإرادته، في الشخصيات يعني في الجيش قالوا لا، لا ندخل في هذه الحرب، لأنها حرب أثيوبية لا ناغ لنا فيها ولا جمل، ولكن لا يدرى يعني مصيرهم إلى الآن. وسمعنا برضو بعد الأشياء، يعني تم يعني إطلاق سراح سجناء يعني محكومين من فترة طويلة، وبعد يومين أو ثلاثة تم إقحامهم في الحرب مباشرة. وقبل هذا كله يعني نحن كنا نسمع من مناضلين يعني ناضلوا مع سياس، يعني بأن سياس مرسل من يعني هيلة سلاس، يعني سياس أصلا يعني كان عدو الثورة وكان عدو الشعب الأريتري، ولم يناضل يعني يوما للشعب الأريتري. وهذه بشهادة رفقاء يعني سياسة فورجي الرئيس الحالي لدولة أريتريا، لم يناضل، بالعكس كان يقتال المناضلين الأحرار، كان يقتال المتعلمين، كان يعني يرتكب جرائم كثيرة، ومن ضمنهم يعني كان عامل حزب يعني أو تنظيم أقصد سري. يعني هذا التنظيم مهمته هي فقط اغتيال الأريتريين. وأسرة كاسا يقول نحن أرسلنا إسياس، وتم يعني كل المصيرة النضالية المزعومة لإسياس يعني تابعناه، ووجدنا بأنه إسياس كان عدو الأريتريين وعدو السيادة الأريترية. وهذا يعني حقائق. والآن قبل أسبوعين أنا كنت مع عضو في التنظيم السري السابق للجبهة الشعبية يماني تخلي، وهو اعترف بالأشياء دي، وكان برضو يقول أكثر من هذا. وكل الدلائل تشير بأنه سياس هدفه تشتيت الشعب الأريتري وتقسيمه وإضعافه، يعني ومن ثم يعني العودة لحضن أثيوبيا الكبرى واللي هي ندمر. وحتى في تصريحاته الأخيرة في أثيوبيا قالها بالفم المليان، قال يا أبي أحمد أنت غائضنا، ومن يفتكر بأن أثيوبيا وأريتريا هم شعبين مختلفين يبقى واهم، نحن شعب واحد. وكل التصريحات أعتقد يعني الشعب الأريتري الموجود في الخارج سمع التصريحات دي، واللي موجود في الداخل قد لا يسمعها لأنه في تعتيم إعلامي يعني بطريقة
يعني كلنا نعرفها. لا يوجد أي وسائل تواصل اجتماعية، هي جريدة واحدة تكتب ما يمليها عليها رئيس العصابة، تلفزيون واحد، راديو واحد، وحتى النت يعني من أسوأ وأضعف نت في العالم يوجد في أريتريا. يعني رسالة قد تستغرق يوم كامل لكي تصل من منطقة لمنطقة، هي رسالة بالنت ولكن لضعف النت. يعني ده المشروع يعني اللي نحن نخاف منه، وحتى سياسي يعني كان يصرح به. أما الكونفدرالية هي يعني متابعاتنا للأمريكان، يعني مثلا من تصريحات كوهين وحتى التصريح اللي ذكرته يعني تم تنفيذه بالحذافير، اللي هو زي ما قال تم السلام، وبعد السلام يعني سياس مشى وقال نحن شعب واحد وجيش، وهذا كله يخوفنا. يعني وكل الإشاء يعني الشعب الأريتري قد يستدرك هذه الحقائق، لأنه نحن في دولة يعني أخذت استغلالها معترف بها دوليا، و يعني تعرف يعني حال الشعب الأريتري ويعرف الشعب يعني الشعب عايش على هوى سياس، يعني شعب دفع دماء، دفع شهداء، دفع أغلى ما يملك. يعني في أسر أريتريا دفع 6-7 شهيد وما زالوا الآن يموتون يعني بالجوع والتهميش، وأمهات الشهداء. يعني هذه حقائق يعني نحن نعرفها، ولا أعتقد أن أحد ينكر هذه الحقائق. يعني بالعكس يعني سياسي يعني يريد أن ينتقم. فده كله نحن وهذه اجتهاداتنا يعني والشيء اللي وصلنا له، وبرضه اعترافات يعني من بعض المناضلين يعني اللي دائما كانوا في الثورة من بدايتها يعني إلى اليوم، يعني ومن انشقوا من النظام، يعني يشيروا بأنه سياسي يعني هو إنسان أتى يعني الاختراق الثورة الأريترية وفتنة الشعب الأريتري وتقسيم المقسم، وحتى يعني تجهيل وتشريد واستعباد الشباب. لا تنسى يعني هذا الشيء اليوم جيبوتي، الصومال، أثيوبيا، السودان، كينيا، كل في الأغاليم داخل هذه الدول توجد جامعات، ولكن نحن جامعاتنا الكبرى في أريتريا هي ساوا ونعرف ساوا وما أدراك ما ساوا. هذه الأشياء كلها تشير بأنه سياسي يعرف إذا في تعليم يعني الشباب يفكر، والشباب قد ينتفض، والشباب قد يثور ضده، ولذلك تم تجهيل المجتمع، وكل المؤشرات تدل بأنه سياس كان عدوا لدود للشعب الأريتري، ولم يعمل ولا اليوم لمصلحة هذا الشعب المغلوب على أمره. من منطلق هذه الأشياء يعني معليش طلت عليك، ولكن نعرف حتى في أيام حرب العراق يعني سياس كان يعرض أريتريا يعني للأمريكان، في حين أنه كل الدول حتى كان في قاعدة أمريكية في جيبوتي، ولكن جيبوتي كانت ملتزمة الصمت، لأنه تعرف يعني هذا الشيء يعني قد لا يرضاه الشعب أو ينتفض أو كذا، ولكن سياسة في نفسه في الزمن ذاك يعني كان يعرض بأن يكون في قاعدة أمريكية هنا ويتم غصب العراق من أريتريا، وحتى وكل محاميين ودفع يعني لفترة سنة كاملة شهريا 50,000 دولار، وهذا كله موجود. هذه الحقائق لمن أراد أن يعرف. ويعني أريتريا في الوقت الحالي هي دولة معترف بها دوليا، ولكن شعبها يعني لا حول ولا قوة. يعني هي دولة يعني وكأنه ملك شخصي أو ورث لهذا الدكتاتور. يعني إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. شكرا لك أستاذ عثمان ود حجاج. ولأنه عشان عندنا برضو محاور كثيرة
ففي الإجابات لو ركزنا كويس، لكن أشكرك على ما تفضلت به. لازلنا معكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء في إذاعة إرنا الدولية وحلقة في برنامج متابعات، ومعنا أحد الشباب البارزين والمتواجدين على الأنشطة والسفير الإلكتروني، عثمان حجاج، عضو إدارة في قيادة الشباب المستقل. أستاذ عفان، طبعا المتابعين لهذه المشاهد وهذه المهددات يعني كتار، منهم التنظيمات ومنهم الأحزاب ومنهم حتى الجمهور العادي ومنهم الشباب ومنهم الكهول وما إلى ذلك. هذه المهددات وخطورتها، أنتم كشباب ما يميزكم عن متابعة الآخرين؟ شنو في رأيك يعني؟ جميل. والله نحن كشباب ما قاعدين نعتمد على وسائل التواصل الاجتماعية، وما قاعدين نحلل يعني تحليلات فقط يعني بأنه قد يكون ولا يكون. نحن اللي يميزنا على تواصل يعني بشكل يومي مع شعبنا في الداخل. قد لا يكون كل الشعب، ولكن لدينا فئات كثيرة يعني حتى إسقاط النظام. نحن كشباب أريتري مستقل يعني نشوف بأنه يتم إسقاطه بالتعاون مع الشعب وبتوعية الشعب وإسقاطه من الداخل. فلذلك نحن منذ بدايتنا وانطلاقنا وتأسيس هذا الحراك كان عندنا رؤية بأن يكون دائما اعتمادنا بعد الله يعني على شعبنا وشبابنا الموجود في الداخل. ولذلك يعني نحن الحمد لله اليوم هذا الحراك يعني معروف في مدن كثيرة في داخل أريتريا، وإلى الآن لم يكن يعني لدينا قناة فضائية باسمنا وتبث، لكن من خلال التواصل ومن خلال الاجتهادات الفردية اللي نعمل بها الحراك معروف ومسموع ومرئي يعني للكل يعني. فلذلك يعني قاعدين نستمع يعني كل الأشياء اللي بخصوص النظام وبخصوص يعني ما نقوله عن شعبنا، يعني هو فقط ما سمعناه من الداخل ومن يعني شعبنا بطريقة مباشرة. ويعني نرى الآن قد لا يعني، وهذه الطريقة غير معتمدة يعني ما موجودة. يعني لو تلاحظ في الساحة الناس تقرأ وتحلل يعني بمتابعات ما يروه في الميديا، والميديا أحيانا يعني قد لا يكون كل ما ورد في الميديا صحيح. لذلك نحن نعتمد على الشعب، لأنه هو الشعب يعرف يعني وين يعني وكيف ومتين يعني وإيش قاعد يستخدم النظام وكيف قاعد يتم قهر الشعب وكيف قاعد يتم تجهيل في أشياء نحن كنا فيها حضور كشباب. يعني تم تجهيلنا وتهجيرنا يعني بطريقة معتمدة، واستعبادنا أيضا يعني، أما أن تفعل ما يطلبه النظام أو أن تترك البلد. يعني لا يوجد تعليم، يعني أنت عارف يعني دي برضو يعني أشياء يعني النظام تعمد عليها يعني. فلذلك يعني كل شيء قاعدين نقوله الآن يعني قاعدين نستمع، ومش من أشخاص شخصين أو ثلاثة، بالعكس يعني قاعدين يعني نسمع الأخبار دي يعني بصورة كبيرة جدا يعني، ومن فئات مختلفة من داخل أريتريا. يعني الحمد لله التواصل موجود، ويعني هذا الأعتقد اللي يميز الشباب من بقية المعارضة. هذه إذاعة إرنا. واضحة الفكرة، يعني ما يميزكم أنتم ملتحمون بالداخل والرهان على الداخل. طيب أبو عفان، لمن يقول إنه الداخل ده فيه عنصرين، عنصر مدني وعنصر عسكري. العسكري ده اللي هو قوات الدفاع الإريترية والأمن والشرطة والمخابرات وما إلى ذلك. في هذه المعادلة، بما أنكم أنتم مركزين عملكم على الداخل، هناك من وصف من الناس الموجودين في الخارج، سواء كان
بيطلوا على المراصد إذاعة ولا حاجة ولا تلفزيون والسوشيال ميديا عموما. هناك من وصف قوات الدفاع الإريترية بأنها جيش وكأنه مجموعة تابعة لإسياس وزمرته، وفي نفس الوقت هناك من تمنى لها الهزيمة، وهنالك من وصفهم بأنهم مرتزقة وما إلى ذلك. أستاذ أبو عفان، رهانكم على الداخل ألا يهدد مثل هذه الأوصاف لقوات أنتم تراهنوا عليها بما فيه المدنيين طبعا، وخطورة التنادي أو وصف قوات الدفاع الإريترية لامتداد لجيش التحرير والجيش الشعبي؟ يعني أنتم كشباب كيف تنظروا إلى مثل هذه الدعايات، وما هي أبعاد واستراتيجيات الخطيرة؟ جميل، شكرا. أنا طبعا كنت ذكرت، يعني كنت أركز على التعليم وكذا، ولكن أقولها بصدق. نحن يعني منذ خروجنا من أريتريا من 2010 2006 2007 كنا جزء من هذه الفئات الآن اللي قاعد توصف بأنها تابعة للنظام وما يعني تابعة، والتشويهات والأشياء الحاصلة دي بالمنطق. يعني أنت وقت تكون عضو أو تكون عسكري، أقصد جندي، يعني تحت إمرة نظام ديكتاتوري غمعي وشعاره يعني افعل ونفذ ولا تسأل، يعني هذا طبعا يعني سؤال. الشباب اليوم اللي موجودين في الشباب المستقل أو غالبية الشباب الموجود في خارج أريتريا، هذا الشباب كان جزء 90% كان جزء من القوات دي، من القوات الآن اللي توصف بالمرتزقة وتوصف بالخونة وتوصف. لكن نحن نعرف لأننا كنا في النظام إجباري. أنا يعني تخيل يعني واحد يقول له امشي جيب أبوك واسجنه، اربطه يعني وكف فيه في الليل، كف فيه الماء، والنهار اربطه في حر الشمس، أبوك اللي ولدك، وما تعمل أنت وهو يعني يرتكب فيكم جرائم ما أنزل الله بها من سلطان. فده كله يعني نعرف نحن ومتأكدين، يعني فهمت بأنه جزء كبير من هذه القوات تفعله إجباريا، ولو أتيحت لها الفرصة والله لتركت أريتريا قبل أن نفكر في تركها. نعرف فيهم الشرفاء، فيهم الأحرار، فيهم من يحبون وطنهم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. شكرا جزيلا الأستاذ عثمان ود حجاج، عضو إداري في القيادة الشبابية المستقلة، الشباب الإريتري المستقل. كنت معنا في حلقة من برنامج متابعات. حقيقة أنا سعدت بلقائك، ودائما نسعد بك، ورؤاك واضحة جدا جدا. فنستأذنك أخونا ود حجاج إنه لانتهاء الزمن نتوقف هنا على أن نكمل الحلقة القادمة في تسجيل لاحق. مع الشكر الجزيل للأستاذ عثمان ود حجاج، وكنت معكم في سادتي محدثكم أحمد شريف من إذاعة إرينا الدولية في باريس. حتى جديد الملتقى، تقبلوا تحياتي مجددة وتحياي الزميل فتحي عثمان وبنيام سيمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، شكرا جزيلا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرة برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. مظاهرات للمطالبة بانسحاب القوات الإريترية من إقليم تيغراي. نظم العشرات من الإريتريين وأبناء إقليم تيغراي مظاهرات في مدن مختلفة مطالبين بالانسحاب الفوري للقوات الإريترية من الإقليم، وذلك بعد مشاركتها في الحرب ضمن الحلف بين الرئيس الإريتري ورئيس الوزراء الإثيوبي. وتفيد مصادر موثوقة إلى وجود 4 فرق عسكرية إريترية في الإقليم الإثيوبي. رئيس الوزراء السوداني يستلم ترشيحات الحكومة الجديدة.
ذكرت وكالة السودان للأنباء بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استلم نهار الاثنين قائمة الترشيحات في 17 حقيبة وزارية من إعلان قوى الحرية والتغيير. ذكرت وكالة السودان للأنباء بأن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استلم نهار الاثنين قائمة الترشيحات في 17 حقيبة وزارية من إعلان قوى الحرية والتغيير، ومن المتوقع أن تقدم الجبهة الثورية أسماء مرشحيها للمناصب الوزارية في التشكيل المتوقع الإعلان عنه في الخرطوم قريبا. الاتحاد الأفريقي يرحب بمبادرة جنوب السودان تأسيس محكمة مختلطة لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في البلاد. رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بإعلان حكومة جنوب السودان الموافقة على إنشاء محكمة تتألف من قضاة وطنيين ودوليين من الدول الأفريقية. وأكد رئيس الوزراء دعم الاتحاد الأفريقي المستمر لحكومة وشعب جنوب السودان في بحثهما عن سلام وأمن دائمين. كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام أذكركم دوما مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج المتابعات الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة إيرنا. تقبلوا تحياتي زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إيرنا.